حياك الله أستاذ نبراس. لعل حضرتك لم تنتبه لي، أنا سألت حضرتك سؤال. لعل حضرتك لم تنتبه. الشعب يقولوا قول أمين في الصلاة يبطل الصلاة، فهل كلامهم هذا ضلال؟ تفضل لك المايك. يا عزيزي لو راح نفتح الملف هذا مو راح ندخل ايضا في دهاليز احنا في غنى عنها مثل أستاذ نبراس، لعل حضرتك لم تنتبه. الشيعة يقولون إن قول أمين في الصلاة يبطل الصلاة، فما رأيك في هذا؟ هل هذا ضلال منهم؟ تفضل. اخي الفاضل. الامر اكبر واجل واعظم من نختزله في قالب اليد على اليد او الرجل على الرجل. أستاذ نبراس، أنت حضرتك بتقول أمين في الصلاة؟ حضرتك بتقول بعد ولا الضالين بتقول أمين؟ تفضل لك المايك. طبعا طبعا اقول امين لا شك. هذا شيء حتى متواتر عن الاجيال. الشيعة بيقولوا اللي يقول أمين صلاته باطلة، هل هذا ضلال منهم؟ طبعا هذا الكلام لا يتسق مع عقل ولا منطق فضلا عن نقل ودين. لكن انت ليش تختزل أحسنت. طيب الخميني قال في تحرير الوسائل المجلد الأول من مبطلات الصلاة قول أمين، فهل الخميني كده ضال؟ أنت قلت لي خلاص نعم، وافقتني إن ده ضلال. هل الخميني كده ضال؟ الامام الخميني اكبر واجل واعظم من ان تطاله الالسن. هذا يقولها لكم واذا انتم تستفزون. ليه؟ بس هو لسه أنا حاطط لك دلوقتي كلامه، قال إن تعامل بقول أمين يبطل الصلاة، هل هو ضال؟ اتفضل. يا اخي قائد دولة وباني حضارة ومعز امة لا يمكن ان ينطق. وهتلر برضو بنى دولة وعمل حضارة لم تنسى إلى الآن عند من يعني يعظمونه مثل كلامه. لا نتكلم عن الدين، هل هو ضال دينيا؟ اتفضل. عزيزي آية الله الخميني بنى أمة ليس على أنقاض أمة. لا، هو آية للشيطان. بقول لك أنا بكلمك دلوقتي عن لفظ بس قوله آمين. طب هل أخطأ حينما قال تعمد قول آمين يبطل الصلاة؟ هل أخطأ وذل في الكلام؟ اتفضل. يا أخي يا أخي الفاضل الأنبياء والرسل يخطئون إلا في النواحي التبليغ. أنا بقول لك هل ذل حينما قال تعمد آمين يبطل الصلاة؟ أجيبني نعم أو لا. هل ذل؟ اتفضل. أنا سأخذ الأمر على أفضل المحامل فأقول والعلم بيد الله أن هذا الرجل اجتهد في موضع وربما جانب الصواب. هذا الأمر باختصار يعني خذوا دينكم. ده اللي احنا عايزين نسمعه منك، أن الخميني خالف الصواب. شكرا لك أستاذ نبراس.